أيها الإخوة الكرام، إن حسن الظن بالله ثمن الجنة، إن حسن الظن بالله ثمن الجنة، لكن ضعاف الإيمان وصفهم الله عز وجل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أقول لكم مرة ثانية: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، فإذا هم 1,200,000,000 ليس أمرهم بيدهم، وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل، 1000 سبيل وسبيل. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الذي حدث تغطيه الآية الكريمة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نحن محسوبون على الله، محسوبون على دين الإسلام، محسوبون أننا من أمة محمد سيد الأنام. لكنك إذا دققت في حياتنا وفي علاقاتنا وفي كسبنا لأموالنا وفي إنفاق أموالنا وفي علاقاتنا بزوجاتنا وبناتنا وأولادنا وفي حلنا وترحالنا وفي سلمنا وحربنا، لا تجد الإسلام مطبقا في حياتنا. فلذلك كأن هذا الذي حدث وضع المسلمين في شتى بقاع العالم، في شتى قارات الأرض، أمام موقف صعب: إما أن تكون ملتزماً، وإما أن تضع حظوظك ومصالحك التي تأتيك من معصية الله تحت قدمك حتى تستحق نصر الله عز وجل، وإما تنطبق علينا الآية الكريمة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وليس لكم أي ميزة إطلاقا. أنتم بشر ممن خلق، من هؤلاء الشعوب الشاردة، من هؤلاء الشعوب الضائعة، من هؤلاء الشعوب الساقطة من عين الله، من هؤلاء الشعوب المادية التي جعلت همها طعامها وشرابها وشهوتها. أيها الإخوة الكرام، الأمر لا يحتمل مجاملة، ولا يحتمل مداهنة، ولا يحتمل أن نثني على بعضنا بعضا ونحن بعيدون عن نصر الله عز وجل. هذه الفقرة من الخطبة تابعة للخطبة السابقة. أيها الإخوة الكرام، ماذا علينا أن نفعل الآن؟ ماذا يمليه علينا شرعنا العظيم؟ ما الذي يمليه علينا قرآننا الكريم؟ أول شيء يجب أن نوحد. التوحيد كلمة يقولها أي إنسان. لك أن تقول 1,000,000,000 دولار، فرق كبير بين أن تلفظها وليس في جيبك ليرة واحدة وبين أن تملكها، وفرق كبير أيضا بين أن تقول لا إله إلا الله وبين أن تكون موحدا حقيقة. إن كنت موحدا لا تخشى إلا الله. إن كنت موحدا حقيقة، إذا قرأت قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وتسليما وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن تعتقد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة
وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أن ترى أن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما نحن عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما هذا التداخل؟ ما هذه الضبابية؟ ما هذا التقييم المائع؟ كل من دخل المسجد حسب مسلما، ولكن دقق في حياته اليومية. ألم أقل لكم من قبل لو دققت في حياة المسلمين وجدتهم عملياً لا يؤمنون بالآخرة، يعملون عملاً لا ينبئ أنهم يخافون الآخرة، يأكلون أموال بعضهم بعضاً، يعتدون على أعراض بعضهم بعضاً، يأخذون ما ليس لهم، يتجاوزون حدودهم. أيها الإخوة الكرام، لعلي في هذه الخطبة أتعاون وإياكم على وضع اللمسات التي نحن في أمس الحاجة إليها. جدد إيمانك بالله، جدد إيمانك بالله. إياك أن ترى أن مع الله أحداً، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. ليس مع الله قوي، القوي هو الله. ليس مع الله ذكي، الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له. على ما عندهم من حرص ومن احتياطات تفوق حد الخيال يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. كأن هذه الآية تغطي كل ما حدث في هذه الأيام العشر. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نوحد، يجب أن نعقل آيات التوحيد، يجب أن لا نرى مع الله أحداً، يجب أن نرى أن يد الله فوق أيديهم، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يقول لك اعبدني وأمرك بيد غيره. أمرك بيد قوي لا يرحمك، أمرك بيد حاقد لا يحبك، أمرك بيد جهة تحب أن تسحقك. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله لله، بيده مقاليد السماوات والأرض. إياك أن تنساق مع الإعلام الغربي، إياك أن تخاف مما سوى الله، إياك أن تعتقد أن الله خلق الخلق وترك ضعيفهم لقويهم وفقيرهم لغنيهم. إياك أن ترى أن الله خلاقاً وليس فعالاً. ينبغي أن تعلم أن الله في السماء إله وفي الأرض إله.